يعني شو المشكلة بولاية الفقيه؟ بها مشكلة؟ ولاية الفقيه لا يقبلها إنسان عاقل. أنه واحد يجي لهالدرجة؟ نعم يجي واحد يقول لك أنا باسم الله أريد أحكمك. شنو أنت نبي رسول؟ الحاكمية لله غير؟ لا، الحاكمية للشعب مو لله. احنا شعب نريد نحكم نفسنا. لله شنو؟ الله طاك تخويل تتخوفني بكلمة الله. الحاكمية لله هذا روح شيء عدل الوهابية يطنخ يقول أعوذ بالله قال الحاكمية لله. لا ولا كرامة. الحكم للناس يحكمون أنفسهم كيفما شاءوا. من ادعى أنه يحكم باسم الله خليه يطلع لي الوكالة من الله يقول هاي نزل لي يا جبرائيل قال يا أنت يا عبدي يا عماد العبادي احكم العراقيين باسمي. نزل عليك جبرائيل شيء؟ ففهمنا ما نازل عليك جبرائيل ولا نازل علي ولا نازل على غير واحد. إذن هاي الكلاوات تفر لي آيات القرآن وما أدري شنو هاي خليها لك تفيدك. احنا أبناء العراق نتفق على شكل الحكومة وعلى شخص الحاكم فقط. وهاي العالم كلها الشكل جاي. يعني أنت تقول جاء هذا ربك اللي تقول أنا حاكمية الله. جاء ربك بس يعرفني أنا. ليش ما يروح هناك يسوي حاكميته باليابان؟ جاء الله بس احنا عندنا يندلنا. زين وهاي القوانين واللي قاعد يحاكمون الناس باسم الدين وباسم القرآن وباسم شلون نتعامل وياهم؟ من هم ذول؟ يا هو الحاكم باسم القرآن. يعني باسم القرآن قاعد تلاوات هذه. كم اشوفهم طايح حظهم تطلع لي دولة إسلامية بها خير. لأن هم جاي يبوقون باسم الله، يبوقون باسم النبي، يبوقون باسم جبرائيل، باسم المسلمين كلهم. كل 55 دولة إسلامية طايح حظها. قليل أكو شوية يريد يطلع يقب على وجه الدنيا قليل. شنو الحكي هذا؟ شنو الحاكمية لله؟ يعني دائما يقول الدولة لا يمكن أن يكون لها دين. اي ما يكون لها دين يعني؟ ما يكون لأنها مؤسسة قانونية. هي شركة مثل نادي الزوراء الرياضي. هل يكون لنادي الزوراء الرياضي دين؟ نقول نادي الزوراء الرياضي الناصبي ونادي القوة الشيعية الجوية الشيعي يصير؟ ما يصير يا أخي. يعني لعل الدين مو قانون إنساني؟ الدين رسالة إلهية أنزلها الله سبحانه عز وجل على كرام أنبيائه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله لهداية البشرية وليس لحكمهم والتجبر عليهم والتكبر عليهم. القرآن ورسالة الإسلام الكريمة تحولت إلى سيف لاضطهاد الناس. أبعث محمد صلى الله عليه وآله لكي يحتل البلاد مثل هذا مثل جنكيز خان؟ أكو نبي يبعث يقول إنما بعثت بالسيف؟ عيب هذا الحكي. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لبعثت مكارم الأخلاق مو بالسيف. هذول شوهوا الدين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. يقول لك أكت لك لو تصير مسلم. هذا شنو من نبي؟ أكو نبي يجي يقول لك لو تصير مسلم لو أكت لك. ومن تقول له يابا أسلمت يقول لا ما مقبول. كون تسلم من كل قلبك. أنا شلون أسلم من كل قلبي وأنت سيفك فوق راسي؟ تناقض هذا التهافت يصير. وكانت اكو فتوحات إسلامية ونشرون الدين مثل فتوحات جنكيز خان. جنكيز خان فتوحاته بعمره يعني فتوحات إسلامية مثل فتوحات جنكيز خان؟ لا فتوحات جنكيز خان أعظم من الفتوحات الإسلامية عسكريا واستراتيجيا أكبر. طبعا هاي الفتوحات الإسلامية استمرت قرنيا. يلا وصلوا المشارف الصين. جنكيز خان ب50 سنة 60 سنة طلع من منغوليا وصل لأوروبا. دولة جبارين. طيب. شعب جبارين.